بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد الشنيحة اللي كتجي رائعة جدا، كتجي معلكة والمكونات ديالها بسيطة جدا. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج هنايا نص لتر ديال الحليب، غادي نستعمل منه كأس ونصف ديال العنبة أو ديال الماء. هنا نحتاجو خمارة 7 غرام وملح وماء الزهر، هنايا نحتاج كاس، وعندي 250 غرام ديال الزبدة. فقط غادي نديرو الزبدة تذوب. هنايا الدقيق غادي ناخد كيلو ديال الدقيق، غادي نعاود نذكر معكم المقادير. عندي هنا خمارة الوزن ديالها 7 غرام وشوية ملح. هاد الكاس باش عبرت انا الكاس ديال الماء، تقدروا تعبروا نتوما بالكاس ديال العنبة. هنا كنعتذر على حساب الإضاءة ديال الهاتف، يعني تجهدت ليا في مرة. عندي كاس ديال ماء الزهر، كنخلطو هنايا السوائل. كاس ديال ماء الزهر، كاس ونص ديال الحليب، وكنعجنو العجين ديالنا كيبقى العجينه كتبقى يعني قاصحه. هاد السوائل كافيه الكيلو. هنا غادي نعجن بيدي، غير كنجمعوها بحال هكذا حتى كتجمع لينا، ماشي كندلكو، غير كنعجنو يعني كنجمعوها هكا حتى كتجمع لينا. هانتوما كما كتلاحظوا. من بعد ما جمعتها كتجي على الشكل غنقطعوها، ما غنخليوها ترتاح ما والو، كتقطعوها بحال هكا وديروها في بلاستيكه. كتحربلوها على شكل بودان وكديروها في كيس بلاستيكي. ما كنحتاجوش هي نورقوها بحالها بحال الشباكيه. انا خديت هاد البلاستيكه هادي، سديت عليهم وخليتهم غير 5 دقائق، يعني هكا على ما وجدت الوراقه ديالي. هانتوما كدوزوها في الرقم الاول كيكون عريض، كتدوزوها في الرقم الثاني الثالث. انا هاد الوراقه عندي كتسالي في 7، انا ما كنوصلهاش ل7، فقط كندوزها في الاول والثاني والثالث او الرابع. ما كنبغيش هاد الشنيخه تجي رقيقه بزاف. صافي، غادي ناخد هاد المنديل هذا كنفرشو وغادي نخليهم حتى ينشفوا معايا. هاد العجين كنخليوها حتى تنشف. عاد كندوزوها في الجهه الاخرى. من بعد ما نشفت معايا هاد العجين كندوزوها في الوراقه نتاع سباغيتي.
كتجروا بحال هكذا وكتقادوها فوق طاولة العمل ديالكم. كتحاولوا يعني تحيدوا داك الزوائد اللي غادي يخليو الزيت ديالكم يعني توسخ لكم في الساعه بدوك الزوائد ديال العجين. ودابا هنايا كنقرصوها بحال هكذا، يعني كتشكلوها بحال هذا الشكل. كتقدروا تعرضوا، تقدروا ديروها غير صغيره، هي كتجي شي شويه ما بين وبين كتجي احسن. كنتمنى ان شاء الله يا ربي ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لايكات ديالكم فضلا منكم اكيد وليس امرا. الله يجازيكم بالخير ان شاء الله يا ربي، وما تنساوش تابوناو. واحد الموس بحال هكا كتقطعو، وإلا شفتوا الجوانب ديال هاد البشنيخه كيكونوا غلاظ ولا كتقرصوهم يعني كتحيدوهم. هانتوما البنات راه كتجي يعني خيوط ما كتلصقش يعني مع بعضياتهم. خليوها في واحد البلاطو تتنشف ليكم واحد شويه، عاد بديو في القلي ديالها. نتمنى ان شاء الله يا ربي الا عجبتكم هذه المساله اللي شاركت معكم ما تبخلوش عليا بلي لايك فضلا منكم وليس امرا. في هذه الاواشر كنتمنى تكثروا من لي لايكات ديالكم والتعاليق اللي كيزيدوا يحفزونا باش نزيدوا نعطيو اكيد، وحتى الفيديو اكيد كيتشاف اكثر. وشكرا لكم.